متجاهلا محمد صلاح. نونيز يختار أمهر لاعب في ليفربول. لن تجد أفضل من محمد صلاح في أوروبا. الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا. مرموش يدخل بديلا بمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد. محمد صلاح. أهداف وتمريرات نجم ليفربول تضعه على الطريق الصحيح. أثار مهاجم ليفربول داروين نونيز جدلا بعد اختياره أمهر لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، متجاهلا محمد صلاح الذي يعتبره الكثيرون الأفضل فنيا. وجاء اختيار نونيز خلال مقابلة مع برودرايكت سوكر، البرنامج التابع لشركة أديداس، عبر منصة يوتيوب، حيث تم سؤاله عن اللاعب الأكثر مهارة في ليفربول. ولم يفكر نونيز كثيرا حيث اختار زميله لويس دياز على محمد صلاح في البرنامج. نونيز ليس الوحيد الذي يرى الكولومبي بنفس المكانة، حيث سبق لمهاجم ليفربول كودي جاكبو أن أعطى نفس الإجابة في أكتوبر 2024، معتبرا أن دياز أكثر اللاعبين موهبة على مستوى المهارات الفردية داخل الفريق. ورغم أن صلاح يعد اللاعب الأكثر حسما في ليفربول بفضل أرقامه التهديفية وتأثيره الكبير، إلا أن نونيز يرى أن دياز يتمتع بلمسات فنية مميزة تجعله أكثر مهارة على المستوى الفردي. ويحتل ليفربول حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، مستفيدا من أداء لمهاجميه بمن فيهم محمد صلاح، لويس دياز وداروين نونيز. ولعب دياز هذا الموسم في جميع البطولات مع ليفربول في 34 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 3 آخرين. لن تجد أفضل من محمد صلاح في أوروبا. تحدث ستيف ماكمانامان نجم ليفربول وريال مدريد الأسبق عن المصري محمد صلاح وتأثيره في مباريات الفريق الإنجليزي. ويتواجد محمد صلاح أساسيا في تشكيل فريقه ليفربول أمام إيفرتون بالمباراة التي يخوضها الفريقان مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، أما إيفرتون في المركز 16 برصيد 26 نقطة. وقال ماكمانامان عن محمد صلاح في تصريحاته إلى TNT سبورتس: محمد صلاح هو لاعب ديناميكي للغاية، حتى عندما يكون هادئا فإنه قادر على التأثير في المباريات. وأضاف: عندما تنظر إلى أوروبا لن تجد أي لاعب أفضل منه، من حيث الأهداف قد يكون هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي سجلا أكثر منه، ولكنهما هما المهاجمان رقم 9، حيث يلعب صلاح كجناح. ويتصدر محمد صلاح ترتيب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجار برصيد 21 هدفا حتى الآن. وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجار، ولم يصل بعد لاتفاق لتجديد عقده حتى الآن. الظهور الأول في دوري أبطال أوروبا. مرموش يدخل بديلا بمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد. ظهر النجم المصري عمر مرموش لأول مرة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الاحترافية، وذلك في المباراة الجارية حاليا بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد. ويستضيف ملعب الاتحاد مباراة الفريقين في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دوري ال1/6 من دوري أبطال أوروبا. وتواجد عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة الليلة ضد ريال مدريد بقرار من المدرب بيب جوارديولا. وقرر جوارديولا الدفع بمرموش في تبديل في الدقيقة 84 من عمر المباراة بعد خروج سفينو. وتعد تلك المشاركة هي الأولى لعمر مرموش في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الاحترافية، حيث لم يسبق له اللعب في تلك البطولة المرموقة رفقة أي أندية سابقة. وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادما من فرانكفورت في شهر يناير الماضي، حيث لعب ضد تشيلسي، أرسنال وليتون أورين. ولم يتمكن مرموش من المشاركة رفقة مانشستر سيتي في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري ضد كلوب بروج بسبب لوائح يويفا. وحدث مانشستر سيتي قائمته في دوري أبطال أوروبا بعد مرحلة الدوري وبعد الأدوار الإقصائية، حيث أضاف عمر مرموش إلى جانب نيكو جونزاليس وعبد القادر خوسانوف. محمد صلاح. أهداف وتمريرات نجم ليفربول تضعه على الطريق الصحيح. صلاح يحطم رقم شيرر وكول. تمكن إيفرتون من إبقاء محمد صلاح هادئا لفترات طويلة من ديربي ميرسيسايد يوم الأربعاء، لكن تألقه انتصر في النهاية. بعد إنتاج عرضية رائعة لهدف التعادل لليفربول، سجل صلاح الهدف الثاني من لمسته الوحيدة داخل منطقة جزاء إيفرتون طوال المباراة.
كانت هذه هي المرة الأولى في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز التي يقتصر فيها صلاح على لمسة واحدة داخل منطقة جزاء المنافس في مباراة أكمل فيها 90 دقيقة. وكان إجمالي تسديداته مرتين هو الأقل منذ أكتوبر، ومع ذلك فقد وجد طريقة. لقد قلل سلوت من شدة ضغط ليفربول بشكل عام وتجنب الفوضى من أجل السيطرة، لكنها حالة من قيام الآخرين بتعويض النقص أيضا. تم بناء الفريق لتعظيم موهبة صلاح. كودي جاكبو ولويس دياز يركضان كيلومترا وكيلومترا ونصفا أبعد منه على التوالي لكل 90 دقيقة. كل هذا من شأنه أن يمنح أنصار ليفربول سببا للتفاؤل بشأن ما سيقدمه صلاح هذا الموسم، حتى لو ظل مستقبله بعد ذلك غير واضح. هناك خطر الإصابة لكل لاعب بالطبع، لكنه لا يبدو وكأنه شخص معرض لخطر التعب. قد يسجل موسم فردي متميز بالفعل باعتباره الأعظم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. يجب على أوديغارد أن يتقدم من أجل أرسنال. بينما يواصل صلاح دعم هجوم ليفربول للفوز باللقب، يواجه أرسنال صاحب المركز الثاني أزمة إصابة هجومية مع انضمام كاي هافرتز إلى قائمة الغائبين. أدى تمزق عضلة الفخذ الخلفية للاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى ترك رحيم ستيرلينغ ولياندرو تروسارد وإيثان نوانيري كمهاجمين متاحين فقط لميكيل أرتيتا. كما زاد ذلك من العبء على مارتن أوديغارد.